المغرب العريق والجزائر الحديثة. واش التاريخ كيتقارن؟ Le Maroc antique et l'Algérie moderne. Comment l'histoire se compare-t-elle? واش شفتي التاريخ كي داير؟ كاين المغرب بلاد عندها أكثر من 12 القرن ديال الحضارة، ملوك وأسر ملكية تعاقبوا جيل ورا جيل، بناو المدن، دافعوا على الأرض وكتبات عليهم الأمم في التاريخ بالذهب. من فاس ومراكش حتى طنجة والعيون، المغرب ماشي غير بلاد، المغرب مدرسة في التاريخ والسياسة والحضارة. وفي العالم الآخر كاين اللي باقي كيحاول يصنع تاريخ في الفوتوشوب. بلاد ما كملاتش 70 عام وباغيه تقارن راسها مع مملكه عمرها اكثر من 1200 سنه. واش بصح؟ واش التاريخ ولا لعبه ديال بلاي ستيشن؟ كتشوف بعض الأصوات اللي كيهضروا على الزعامة والريادة، ولكن في الحقيقة الزعامة ما كتجيش بالتصريحات ولا بالشعارات. الزعامة كتجي بالأفعال وبالاستقرار وبالعقل. المغرب كان ولا زال عنده ملوك عاشوا وسط القصور المغربية أباً عن جد، خدموا البلاد وواجهوا التحديات. أما بعض الجيران في التاريخ ديالهم بدا من نهار خرجت فرنسا وسابت ليهم بقايا كبراناتها، وبدل ما يبنيوا بلادهم بقاو كيضيعوا وقتهم في الحسد والغيرة من المغرب، والنتيجة التاريخ كيضحك. الفرق بين اللي عنده جذور واللي مازال كيغرس في الرمل واضح. واحد واقف ثابت والآخر كيتمايل مع كل ريح. في كل مرة المغرب كيربح معركة دبلوماسية جديدة، الجيران كيدوروا في دوامة البلاغات والتصريحات. واخا كيديروا المستحيل باش يوقفوه، التاريخ ديما كيعطي الحق للمغرب، حيث الحقيقة كتفرض راسها بلا صراخ. خلاصة القول، اللي عنده تاريخ طويل ما كيتقلقش من اللي تاريخه قصير. والمغرب الحمد لله تاريخه كيهضر عليه من غير ما يحتاج يبرر. ما تنسوش لايك للفيديو وشاركوا مع أصحابكم باش توصل الرسالة بروح ضاحكة ولكن بمعنى كبير.